ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة عايز اكلمكم عن اللي حصل مع كابتن شهاب، اللي هو شغال زميل لينا في كابتن اوبر يعني. اكيد كلكم عرفتوا، والحمد لله ان ربنا نجاه، والحمد لله كمان ان رجع له حقه واتقبض على اللي اعتدوا عليه دول، ثبتوه وعوروه كتير وبتاع. يعني موقف ما كانش الطف حاجة خالص، مش عايزين نتكلم في التفاصيل بتاعته. الحمد لله ان هي سترت على قد كده ورجع لاهله بالسلامة، وربنا يسترها عليه وعلينا ان شاء الله جميعا. بس نتعلم ايه من اللي جرى دوت ليا وليكم. اهم حاجة يعني سلاحك الاساسي في المواقف زي ديت وما شابه، في اي حاجة من الحاجات اللي بيحصل فيها اضرار دي، ان انت يكون عندك داش كام في العربية. انا مش بقول لك كده وهي عندي اصلا لسه، يعني انا ما ركبتهاش ولا حاجة، ولكن يفضل طبعا ان لو عندك داش كام وحصل معاك اي موقف، سواء حاجة جوه السيارة أو جوه العربية يعني أو بره العربية، فده هيكون أكبر دليل أو أكبر إثبات بالواقع اللي حصلت. ولو أنت مثلا سين مظلوم أو كده، دي هتجيب لك حقك بسرعة في الأولوية. يعني هو كده كده حقك راجع وربنا مش هيسيبك طبعا، ولكن بناخد بالأسباب. إن الداش كام ديت بتصور كاميرات بتبقى جوه العربية، وبتصور من جوه ومن بره، ماشي. فدي يفضل جدا، وبالذات الناس اللي شغالة في مجالنا ده، لان هي كل يوم بتقابل ناس غريبة مش عارفاها، فيها الحلو وفيها الوحش. ف وطول اليوم طبعا سايقة في الشوارع، مش زي الناس العادية رايح شغله ورجع من شغله وخلاص. فوارد في وسط اليوم، مش هقول لك يحصل نفس المشكلة، حد يعتدي عليك ولا حاجة، ممكن حد يخبطك، ماشي، ويبقاش انت الغلطان. ومفيش في الواقع دي حد يشهد لك ان انت مش غلطان، ماشي، او انت السبب يعني. فالكاميرات دي هتصور لك الموقف اللي حصل، سواء من جوه زي ما انا حكيت من شوية او من بره العربية. فالكاميرات دي مهمة جدا يا جماعة. ويفضل كمان اللي هيركب كاميرات يركبها دلوقتي اللي هي بتشتغل بنظام الكلاود، نظام اونلاين، اللي هي تسجل لك وتقدر تشوف التسجيلات بتاعتك دي كلها عن طريق موبايلك في اي مكان، سواء انت موجود في العربية او من بره العربية. يعني انت بره البيت، يعني في البيت او في بره في اي حتة تانية مش معاك العربية، تقدر تفتح في اي وقت تشوف لايف في الوقت الحالي هي بيقل حواليها، من جوه ومن بره. وفي نفس الوقت تسجيلاتك كلها محفوظة متسجلة، تقدر ترجع الريكوردات دي وتشوف مثلا لو حصل اي مشكلة. ساعتها لو انت رايح تعمل محضر ولا حاجة، تعمل اثبات بالواقع دي معاك دليل قاطع ان ده حصل، و... وده تعدى عليك، او ده سرق العربية بعد الشر، او ده خبطك، او كذا او كذا او كذا، بالصوت والصورة، وهيبان لك. ولو لا قدر الله بعد الشر العربية اتسرقت مثلا، تقدر تشوف مين جوه العربية وبيقول ايه ورايح فين وتحركاته ايه. فده يعني ان شاء الله يجيب لك برضو عربيتك اللي اتسرقت في اقرب وقت على طول. يعني في ساعتها تروح تبلغ وتوري الشرطة ده حصل كذا كذا كذا، خلاص الامر محلول باذن الله. فشيء ضروري جدا. ودخلت سرشت عليها وبتاع، لقيت يعني اسعارها في القريب، انا فاكرها مثلا موضوع كبير وكده، لا يعني هي تقريبا انتشرت كتير موضوع الكاميرات ده، هتلاقيها يعني بإذن الله. ده أنسب حاجة أنت تعملها فيما بعد كده بعد الشر، عشان نتجنب الحاجات اللي بتحصل دي. وفي نفس الوقت يكون عندك دليل فعلي زي ما أنا حكيت لك. وتاني حاجة يا جماعة للناس الجديدة، شهاب ده يمكن أتوقع يكون جديد والله أعلم. ممكن أنا معرفش أصلا قبل الناس دي ليه. أنا شفت الأشكال، يعني هو كان في آخر فيصل اللي أنا فهمته، وخد الأوردر بتاعه وطلع بالناس على الطريق اللي هو الصحراوي، الطريق السريع، فخطر. خطر اصلا تاخد حد، انا عشان كده ما بقبلش الحاجات دي. انت حد ما تعرفوش، دي نقطة. تاني حاجة كمان اشكالهم مش احسن حاجة. ف عادي اقبلهم واركبهم اهلا وسهلا، بس في السياق ما اخدهمش دول في طريق سريع. يعني عادي ممكن اخدهم جوه وسط البلد وبتاع واوديهم الحتة اللي هم عايزينها، حتة ونس، ما اطلعش بيهم دول، ماشي. ف خلي عينك شوافة برضو، سواء كلام يعني لينا كلنا مش لشهاب، انا مش بتكلم عليه، انا بتكلم على الموقف. وعشان لو حصل معاك موقف زي كده مقصود، تبقى انت تعرف تتجنبه من الاول، ما يحصلش معاك حاجة شبه كده.
فانت تكون بعينيك شواف وعارف انت هتقابل مين وهتركب مين عربيتك. وبالتليفون كده لو انت شيك اصلا في المشوار يعني اللوكيشن بتاعه شكله غريب عليك وبتاع، اتصل اسمع اتكلم مع اركب معاك، صوته تمام طريقة كلامه تمام يعني، او مش كويس بتاع نفسيتك قلقت اصلا بناقص المشوار ده الغيه خالص يعني. مش هو اللي هيغنينا ولا هو اللي هيفقرنا، فاهمني ازاي؟ تاني نقطة، ممكن يكون يا عيني الشاب ده قاعد من بدري وملقاش شغل، الدنيا واقفة من خنقته وضغطته، ولقى المشوار قام خده وقبله وخلاص. لا يعني اديك شفت الواقع حصل ايه. فيا عم بناقص اليوم كله مش راضي يظبط معاك، الحمد لله على كل حال وروح. حتى لو انت مأجر العربية وبتدفع فلوس وبتاع، جت في يوم بخسارة بدل ما تيجي بخسارة كبيرة يعني، خسارة قريبة ولا مكسب بعيد خالص. فاهمني ازاي؟ حاول تتجنب الشر وتتجنب الحاجة اللي هتعود عليك بالضرر بقدر ما يكون. احنا مش حمل حاجة زي دي تحصل، ولا اهلك هيكونوا يعني. الموضوع مش عايزك تخش في تفاصيل كتير، بس هو مش ألطف حاجة. وربنا يبعد عننا وعنكم الشر بإذن الله. ولازم نتحرى ولازم ناخد بالنا لأن احنا تعتبر شغلنا برضو في خطر إلى حد كبير طول اليوم. فأنت لازم تعرف أنت هتاخد مين وهتمشي مع مين. أنا هو أول مشوار ليا قابلته، قعدت فاتح الابليكيشن شوية وبتاع، يعني مش هقول لك المشاوير وحشه ولا حاجه، ولكن انا عادي شغال يعني. بصيت على كام مشوار كده ما عجبونيش، وانا لسه بقلب في المشاوير لقيت واحده ست جايه لي سودانيه من عندنا في الشارع، بتقول لي اوبر وبتاع. قلت لها اه، بس انت مش طلباني يعني. قلت لها طب انت عايزه تروحي فين؟ قالت لي انا رايحه جامعه الدول في المهندسين، وبتقول لي في واحده ست معايا كبيره شويه بس هنعدي الناحيه التانيه ناخدها. قلت لها ما فيش مشكله، وخدتهم من شارع فيصل والدنيا تمام. وجبت هنا في لغايه المهندسين، يعني اكيد مش هيجرى اي حاجه في الحته دي. ماشي، واتنين ستات سودانيين كبار معاك وبتاع، وصلتهم في دنيا ونس ودنيا حلوه. لسه منزلهم ورا وجيت وقفت هنا على جنب في حته فاضيه دردش معاكم. وسعر المشوار خالص بتاعي واحسن من اوبر واحسن من بقيه البرامج بكتير. الكيلو واقف عليا مثلا ب20 او باكتر، فالحمد لله. ف ما عنديش مشكلة تقبل من بره البرنامج من جوه البرنامج. اعمل اللي انت عايزه براحتك، ولكن تكون حاسبها صح وعارف انت انك ان شاء الله في السليم. يعني ما بلاش تغامر، ان المغامرات في شغلنا انت بتتعامل مع ناس اغراب ما تعرفهمش ولا تعرف ايه اللي في نواياهم ليك. ممكن شخص من بره يبان حلو ومن جوه يكون رايد لك الشر. فخلي بالك خلي بالك خلي بالك.